ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا بقى نبدا الفيديو. فيديو النهارده بقى بعد غياب طويل. عايزه اقول لكم ان انا كنت بقى مسافره، وكنت عايزه والله اصور لكم حاجات كتير. يمكن فتحت معاكم لايف في الحنه. يعني كنت بقى مسافره بلدنا الصعيد اللي انا بحبها جدا. وكان نفسي اوريكم كل حاجه هناك، بس والله يعني ايه الحظ يعني ما حلفنيش. وكان يعني الوقت كان بسرعة، يعني ما كناش رايحين مثلا قبلها بوقت كبير علشان خاطر اعرف اصور او الكلام ده كله. فحتى صورت مقاطع، بس حسيت ان المقاطع مش هتعمل معايا فيديو، يعني مش هتعمل معايا فيديو ان انا اعرف انزله لكم كده. وعايزه اقول لكم ان انا غايبه عنكم اسبوع، والله الاسبوع دوت. يعني لو انا كنت حطيت في دماغي وصورت كنت هعمل فيديوهات كتير جدا، لان الاسبوع دوت اسبوع اللي هو انا غايبه عندكم كمان. مش اسبوع، انا داخله ممكن اكون في 15 يوم غايبه عنكم فيه. من بعد العيد وانا اصلا ما بصورش حاجه خالص، بس يعني الحمد لله قدر الله مش فعل. انا حبيت بس ان انا استمتع بوقتي، ما حبيتش ان انا افضل حاطه في دماغي التصوير وكده. قلت لا، ارتاح شويه واستمتع بوقتي احسن. فعايزه بقى احكي لكم ايه اللي حصل معايا الفتره اللي فاتت دي. اول حاجه زي ما انا قلت لكم، سافرنا علشان فرح بنت خالي، حضرناه كان في سوهاج. فكان فرح والله يا جماعه حلو قوي. ان شاء الله لو يعني ينفع احط لكم مقطع كده من الحنه في الفيديو الجاي، لان مش هينفع احط الحنه، كانت كلها طبل بلدي. لكن الفرح مش هينفع ان انا احط الفرح، علشان خاطر الفرح كان في اغاني وكده، فممكن الطبع والنشر يعني يلغولي الفيديو خالص. فممكن احط لكم بس مقطع كده تشوفوه. فبقول لكم بقى هو الفتره دي بقى كان فيها ايه يعني. فطبعا قعدت كده زي 5 ايام كده كنت في البلد. رجعت بقى، كان متابعة ليا. تواصلت معايا من الجزائر. المتابعة دي يا جماعة لو تفتكروا اللي متابعني، هي كانت بعتالي هدايا. تواصلت معايا ان هي نزلت هنا بقى القاهرة، وجت وقعدت معايا وقعدنا سوا. وكان يعني بصي هي اصلا كمان بقت يعني هي صاحبتي، يعني هي بقت صاحبتي من لما كانت بتتواصل معايا صاحبنا وحصل يعني ما بيننا كلام وكده، فبقينا صحاب. وبعدها راحت بعتت لي الهدية. فطبعا انا آه، قعدنا مع بعض يعني زي 4 ايام ولا حاجة. باتت عندي يومين. فطبعا كل ده كنت المفروض بقى صورته، لكن انا حبيت ان انا زي ما انا قلت لكم استمتع بس ايه بالوقت، لان هي كانت ايام يعني حلوه. فما حبيتش، كانت ايام حلوه. المفروض ان انا والله كنت وثقتها وصورتها، بس طبعا زي ما قلت لكم ما حصلش نصيب، والجو طبعا حر مع النور قاطع. مش قادره اقول لكم. المهم بقى طبعا هي بقى مشيت، وانا ابتديت بقى اللي انا افوق بقى شويه اللي هو من السفر، وان هي بقى جت وقعدت معايا والكلام ده كله. طبعا كانت ايام حلوه زي ما انا قلت لكم. وهنا بقى ابتديت ان انا امسك بقى الشقه شويه. انا طبعا اول ما رجعت من السفر كنت ماسكاها. عايزه اقول لكم كمان حاجه، ان انا زعلت قوي وانا مسافره. والله يا جماعه كنت طبعا عامله اكل السفر، وكنت عامله الشقه بقى مش هسيبها بقى كده. غيرت ملايه السرير وظبطت الشقه قبل ما امشي. بس طبعا من الحاجات اللي كمان ما حلفتنيش الحظ ان انا اصور، ان انا قبلها بكام يوم قبل موضوع السفر ده الستاند بتاعي مش كان محطوط يعني على التربو، بشد الدرج بتاع التربو، راح ايه وقع اتكسر. فطبعا زعلت جدا. فده برضو اللي مخلينيش عرفت اصور لكم كل حاجة يعني، وانا ايه وانا مسافرة، اكل السفر والتجهيزات بتاعتي قبل ما اسافر والكلام ده كله. فطبعا كنت سايبه الشقه نظيفه جدا ما فيهاش اي حاجه. اليوم اللي رجعت فيه كانت المتابعه الجزائريه ليا، او صاحبتي نقول عليها صاحبتي طبعا. كانت جايه عندي. هي كانت قبلها اصلا بقالها اسبوع كانت في القاهره، بس اول ما عرفت ان انا بقى رجعت من السفر فجت عندي. وده اول حاجه اقولها لكم، ان انتوا اوعوا تمشوا او تسيبوا بيتكم متبهدل او كده، لان هي جت في وقت انا كنت فيه يعني يعني انا دخلت البيت، هي دخلت ورايا على طول. فطبعا لولا الحمد لله ان البيت كان متروق، كان زماني بقى طبعا اتكسفت. يعني اتكسفت اللي هو لو انا سايبه البيت مثلا متبهدل، او مكان ما كنت بجهز الشنط، او كنت بحضر الاكل او الكلام ده كله سايباه. فطبعا كان زمان
اتكسفت قدامهم، لاني طبعا انا كنت قايله لها ان انا راجعه يوم السبت بالليل، وكنت عازماها طبعا يوم الاحد. فعلى اساس ان انا هرجع يوم السبت، يعني لما هرجع يوم السبت فايه هلحق ان انا اروح البيت، اعمل بقى الاكل واظبط الكلام ده كله. فطبعا انا كنت عازماها يوم الاحد على اساس ان هي تلحق برضو هي خلاص قربت تسافر، وطبعا تلحق طبعا تقعد معايا. احنا هي مش مجرد مثلا خلاص بقت متابعه مثلا ليا او الكلام ده كله، هي كمان بقت صاحبتي يا جماعه، هي بقت صاحبتي. فكان لازم ان احنا نقعد مع بعض، وهي يعتبر جايه علشان يعني جايه ان هي تشوفني. هي نزلت اصلا القاهره علشاني. وكمان عايزه اقول لكم الحظ كمان ما كانش يعني اللي هي هي اول مره تنزل القاهره، فكان لازم ان انا اكون معاها. كفايه ان هو مثلا بقى كانت قاعده اسبوع وانا مش موجوده. ف فكان لازم ان يوم الحد ان انا ما ابقى معاها، ما ينفعش ان انا ااجل. قعدت معايا حد واتنين، وسابتني التلات والاربع، وجت عندي الخميس والجمعه برضو باتت معايا. فكانوا يومين طبعا حلوين، بس طبعا اكتر حاجه طبعا اتضايقت فيها ان انا اللحظات دي كلها ما صورتها لكوش. زعلت ان انا كان نفسي ان انا اصور بقى لحظه لما شفنا بعض، ولحظه لما والسفر والكلام ده كله. طبعا كل الحاجه دي كان نفسي طبعا اصورها وتعمل معايا كانت هتعمل معايا فيديوهات كتير جدا. لاني عايزه اقول لكم ان انا ما صورتش لمده 15 يوم، 15 يوم بعيدة عنكم. بس ال15 يوم دول حصل فيهم حاجات كتير. زي ما انا قلت حصل ان انا سافرت، ومتابعة الجزائرية او صاحبتي الجزائرية جات لي وخرجنا. فكان نفسي بقى طبعا اوسط معاكم كل الحاجات دي. المهم طبعا انا هنا زي ما انا قلت لكم طبعا هي جات ومشت. هي خلاص مشت اليوم اللي انا بصور لكم فيه ده، هي كانت مشت. طبعا توصل بالسلامة. فكان انا طبعا البيت طبعا بنزل وبروح وباجي. انا كنت على طول ببقى مروقاه وكده، بس هنا اليوم دوت كان مكركب شويه. فقلت خلاص اغير بقى ملاية السرير زي ما انتوا شفتوا معايا اوضه الاطفال. غيرت ملاية السرير وظبطت كده فيها الدنيا. خرجت بقى في هنا برضو في الصاله، ظبطت بقى كده برضو الدنيا وطبقت غسيلي. عايزه اقول لكم ان انا في الوقت دوت اول ما بدات قلت خلاص انا هدخل واصور. انا كنت هبدا معاكم في اوضه النوم، ولكن ان انا لما بدأت في اوضه النوم او خلاص لبست وببتدي كده اهو احط الموبايل على الستاند، راح النور قطع. طبعا انتوا شايفين اللي هو الايام دي النور بيقطع في كل حته. فقلت لا خلاص بقى، انا لو قعدت هكسل ومش هصور. وانا بصراحه انتوا وحشتوني جدا، وعايزه بقى ان انا اصور بقى وارجع ليكوا تاني وكده. فرحت قلت خلاص انا هخرج بره وافتح ابتدي باوضه الاطفال. هفتح الشباك وبنور الشباك يعني بالذات ان انا مفيش حد قدامي، وبنور الشباك هبتدي ان انا اصور. ففتحت بقى الشباك والبلكونه. عايزه اقول لكم الصاله واوضه الاطفال انا مصوراهم على اضاءه الشباك والبلكونه هنا بس، وانا بكنس بالمكنسه طبعا عشان خاطر كده. هنا دلوقتي النور جه يعني. المهم شلت بقى الحته دي ورحت ابتديت ان انا اشيلها، نفضتها كده هي مفيهاش اي حاجه اصلا، وهغسلها يعني. قلت هغسلها وارجع احطها تاني يعني. المهم بقى كرست كده الارض كده كويس. عايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه امسح، بس انا مسحت بعد التصوير. ما جبت بقى كده جردل بشرشوبه كده وعديت كده على الشقه كلها مسحتها عشان حتى تدي طراوه. الشقه عندي سخنه بطريقه غير طبيعيه، كاني ساكنه في اخر دور، مش عارفه ليه كده. فالمهم بقى مشيت على الشقه كده كلها بالمكنسه زي ما انتوا شفتوا. وقلت بقى ادخل كمان اخلص المطبخ، وبعد ما اخلص ابتدي بقى ان انا امسح. انا هنا كنت برضو مشغله الغساله وبغسل. بس انا صورت لكم مقاطع معينه. انا بس كنت حبيت ان انا عايزه ان انا يعني اطمنكم عليا، ووحشني صراحه التصوير، ووحشني ان انا ادخل بقى اتكلم معاكم واحكي لكم بقى على كل اللي حصل. بعد ما خلصت بقى كده الصاله، وقلت بقى ادخل كده على المطبخ المه برضو بسرعه. بتحسوا ان انتوا في راحه كده نفسيه، بالذات المطبخ. والله كنت عايزه ابتدي بالمطبخ في الاول، بس قلت خليني كده بقى في الصاله، يعني النور لما قطع قلت بقى خليني كده في الصاله، يعني ان انا اخلصها الاول في الصاله واوضه الاطفال، يعني اخلصهم الاول بعد كده ادخل على المطبخ اشوف انا عملت والله يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا صورت كنت بسجل الفيديو دلوقتي.
وخلصت الفيديو كله تسجيل، وكنت مكلماكم بصوا حكي لكم كل حاجه. يعني انا دلوقتي حاسه مش عارفه. المهم يعني لقيت بقى ايه زن 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 جامد. ليه بقى؟ اتاري انا الموبايل كان هيفصل مني شحن، وحطيته مع اللي هو الميكروفون دوت اللي احنا بنسجل منه، المايك. ميكروفون ايه؟ المايك. تمام. فراح عمل صوت زي ايه، صوت زن، قعد يزن يزن يزن. فطبعا ايه، بسمع بقى انا الفيديو تاني، حسيت نفسي ان انتوا مش هتسمعوا، انتوا مش سامعين، انتوا سامعين صوت الزن اكتر. فاضطريت ان انا امسح التسجيل، اللي هو المقطع اللي حطيت فيه الشاحن، مسحته وبعمله تاني. فممكن والله اعلم، معرفش هل انا يعني ايه، عشان في مقطع متصور من غير الشاحن، من غير ما احط الشاحن، وفي مقطع، والمقطع بقى التاني المصور وانا ايه بحط الشاحن. فممكن تلاقوني قلت كلام قدام وبرجع قلته لكم تاني دلوقتي. فنستحمل بعضينا، واختكم حبيبتكم عادي جدا، ما فيهاش اي حاجه. بس انا هحاول على قد ما اقدر اما اكونش يعني عدت الكلام، لاني انا اصلا زي ما قلت لكم انا اتكلمت معاكم ورجعت مسحت الكلام وهرجع اقوله تاني يعني. المهم دخلت بقى كده على المطبخ. حبيت ان انا اول حاجه كده اعملها هي الرخامات، علشان خاطر احس ان المطبخ هادي حواليا، لاني اكتر حاجه كانت مليانه حاجات هي الرخامه. ليه؟ علشان احنا بقى ايه داخلين خارجين باي حاجه في ايدينا بنحط عليها الرخام، بنحطها على الرخام يعني. بس حاولوا على قد ما تقدروا ما تحطوش حاجات فيها بقى اكل وحاجات زي كده بتبهدل الدنيا، والله العظيم يا جماعه نمل. يعني في حاجات كتير هنا كانت عندي مليانه نمل، ابتديت ان انا برضو ايه ارشها، وجبت بقى الليفه كده وبالصابون وادعك كده الرخام كده كويس، علشان خاطر ما يبقاش فيها اي حاجه. وغسلت بقى الفوطه بتاعتي بكلور، علشان خاطر الكلور هو اللي بيمنع اي ايه، يعني النمل وكده بيتضايق من ريحه الكلور. فانا بحب برضو الرخام بالذات انصحه ايه بالكلور. ابتديت بقى مسحت زي ما انتوا شايفين كده كويس. كده خلصت بقى ايه الرخام بتاعي، وكان بقى كده نضيف. وشغلت بقى كده اللاب. احسن حاجة ان انتوا تشغلوها طبعا على القرآن. شغلته كده عشان خاطر حاجة طبعا اسمعها كده تشجعني اكتر ان انا اخلص اللي ورايا. طبعا الجو كان حر جدا، مش قادره اقول لكم الجو حر ازاي. في المطبخ كمان الجو بيبقى سخن خالص. ادعولي ادعولي بجد والله يا جماعه. والله جايبه مروحه من بدري، وعايزه جايباها على اساس ان انا اعلقها في المطبخ، ان هي تحسسني ان في جو، يعني في هوا. وبرضه مش عارفه ان انا اركبها يعني، بس دول ان شاء الله ربنا يكرم وان انا اركبها يعني. المهم كده رحت اول حاجه قلت بقى ان انا اغسلها كده هي الازايز واملاها، علشان خاطر ايه شويه يعني. طبعا هنحضر بقى العشاء وكده، فكنت عايزه يبقى في ميه ساقعه في التلاجة. والله عندي ازايز بس انا مش عارفه بحب الازايز البلاستيك دي، وبتقعد اكتر وبتديني ميه اكتر، فاهميني؟ بتديني ميه اكتر. قلت بقى برضه املى الازازه دي كمان معايا بالمره، هي ازازه احطها برضه في التلاجة. في الفتره دي بالذات كل ما يبقى عندك ميه ساقعه كل ما تبقي احسن يعني. المهم كده زي ما شفت خلصت بقى كده الازايز، جبت بقى كيس الصابون كده، رحت فضيته. كان الصابون عندي بقى خلص، وراح كريم جاب لي واحد يعني. فضيته ورحت حطيته في ايه، وحطيته في الازازه بتاعته. وابتديت ان انا ايه احطه بقى في بتاعه الصابون، عشان ابتدي ان انا بقى ايه اغسل المواعين. زي ما انتم شايفين بقى كده غسلت المواعين. عايزاكم بقى لو انتوا وصلتوا معايا للنقطه دي ماشي، عايزاكي ان انت تنزلي بقى كده تحطي له لايك حلو، عشان الفيديو بقى ايه يترفع، وتشجعيني بقى ان انا اصور اكتر. جايلنا الفتره الجايه دي مناسبات كتير وخروجات كتير، انتوا عارفين الصيف. قولوا يا لوزه صور، مش لازم تصوري لنا في البيت، خروجي بره. انا بتكسف قوي ان انا اصور وانا بره، يعني بتكسف. فعايزاكم تشجعوني ان انا اصور وانا بره، مش هصور بس في البيت. عندي حته الكسوف دي في التصوير بره، اول ما بمسك الكاميرا كده بقلق كده، بحس نفسي ان انا الناس كلها بتبص عليا. فشجعوني ان انا ابتدي ان انا اصور بره، لاني يعني فتره الصيف دي بالذات الواحد بيخرج فيها كتير، وببقى عايزاكم تبقوا معايا في لحظات كتير معايا. فيعني قولوا لي كده، شجعوني ان انا اعمل كده. المهم اتمنى ان فيديو النهارده كده يكون عجبكم، وان انتوا استفدتوا منه. اهم حاجه نطلع بحاجتين، ان احنا يا جماعه زي ما انا قلت لكم نحاول على قد ما نقدر ان احنا قبل ما نخرج او نسافر او اي حاجه من الحاجات دي، ان احنا نسيب بيتنا متروق. ما نعرفش ايه اللي هيحصل، ولا الظروف هتحكم علينا بايه، مين هيجي. مش هنحب ان حد يشوف بيتنا كده. عايزين بيوتنا تبقى متظبطه كده ومتروقه، ما فيهاش اي حاجه. زي ما انتوا شفتوا كده انا كده هكون بقى خلصت معاكم المواعين، وبعد كده هخرج، بس مش هجيبه معاكم في الفيديو يعني. همسح بقى كده زي ما قلت لكم الشقه كلها بالشرشوبه، وهبتدي بقى احضر
العشاء، وهيكون كده بقى يومي كده خلص. حبيت بس ان انا اطمنكم عليا، وحبيت ان انا اصور معاكم كده بس روتين كده بسيط. والله كمان اللي حكم عليا ان انا ما كملش بقيه الروتين معاكم هو النور يعني كان كل شويه بقى يقطع، والموبايل كمان هيفصل شحن، فما قدرتش ان انا اصور معاكم. فيديو النهارده خلص، استنوني في فيديو جديد، مع السلامه.